السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، كيفاش راكم؟ نتمنى باش تكونوا في أحسن حال. كما راكم تلاحظوا اليوم حبيت نشارك معكم هذه الوصفة لي ترونش باتيسري أو تحلية كما حبيتوا تسموها، بحبة بيض فقط. مكونات موجودة في كل منزل، صلصة مخدومة في المنزل. وصفة من الوصفات السهلة والاقتصادية وتجي بزاف بنينة، يعني حاجة عجبتهم كامل، الكبار والصغار كامل كلاوها عجبتهم. نتمنى باش تجربوها وتعجبكم. راهي وصفة من الوصفات الاقتصادية، فقط جيبي شونتيي، كاس ونص تاع شونتيي، وروحي نخدموا هذه التحلية أو هذه لي ترونش باتيسري من أروع ما يكون. ما تنسونيش خياتي بالإعجاب، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، بارطاجوا الفيديو مع صديقاتكم لتعم الفائدة. عندي في المكونات تاعي كوب الا ربع سكر، كوب الا ربع زيت، كوب الا ربع حليب. الكوب تاعي يحمل 200 مليلتر فيما يعادل 150 مليلتر زيت، 150 مليلتر حليب. كما راكم تلاحظوا حبه بيض واحده، قرصه تاع ملح، ملعقه صغيره فانيلا، 2 اكياس خميره كيميائيه وزن 10 غرام، يعني استعملت 20 غرام. عندي ملعقه صغيره نتاع خل، عندي معاهم كوب وربع فرينه طحين. في الوعاء نتاعنا نديرو فيه الحبة تاع البيض، الفانيلا، القرصة تاع الملح والسكر كوب إلا ربع، ونبقاو نخلطو كيما هكذا حتى يذوب كامل هذاك السكر. من بعد نضيفو الزيت بالتدريج كيما نخدمو المايونيز، نبقاو كيما هكذا نضيفو في الزيت ونخلطو. تقدروا تخدموها باليد على كل حال، تعبكم شويه ولكن عادي تقدروا تخدموها باليد. اذا ما كانش عندكم، اذا ما كانش متوفر عندكم الخلاط الكهربائي، تقدروا تخدموها فقط باليد. كيما هكذا نضيفو الزيت بالتدريج ونخلطو. نضيفو الحليب، خلطنا مليح، نكملو نخلطو فقط بالخلاط الكهربائي. كما راكم تلاحظوا نضيفو كوب فرينة، لازم دائما الفرينة نغربلوها باش تعطينا خفة للكيك. نضيفو معها الخميرة كيميائية، كما راكم تلاحظوا استعملت 20 غرام، انا استعملت 2 اكياس، الكيس يحمل 10 غرام. نضيفو معاهم ملعقة صغيرة خل، كما راكم تلاحظون نديروها فوق الخميرة راح تتفاعل، ونبقاو نخلطو كما هكذايا بالخلاط الكهربائي شوية فقط، حوالي هكذايا دقيقة. نضيفو لهنايا انا درت نصف ولكن ما درتوش كامل، درت ربع كوب فقط. على كل حال نتوما تحكموا في الخليط تاعكم، لانه احيانا تكون الحبه تاع البيض كبيره ولا صغيره. تلاحظوا انه الخليط تاعنا راهو شويه يعني سائل، ماهوش بزاف ثقيل. لاحظوا القوام نتاعو، ممكن تدي معكم كوب وربع، ممكن تدي معكم اقل. المهم راكم تلاحظوا في الخليط كيفاش القوام نتاعو. والفارينه على بالكم باللي كاين فارينه تشرب وكاين اللي ما تشربش. عندنا الصينيه تاعنا الطول تاعها 30 سنتيمتر، العرض 23، دهنتها بالزيت، رشيتها بالفارينه. كيما هكذا نديروها في الصينيه، نهزوها مليح، نخبطوها كيما هكذا، ندخلوها للفرن على درجه حراره 170. كي نشوفوا مع الاطراف دات لون اصفر، نشعلوا لها من الفوقات تدي لون اصفر، وما نخرجوهاش من الفرن، نخلوها في الفرن حتى تبرد، يعني تنقص منها درجه الحراره شويه. من بعد نخرجوها، نفتحوا فقط الفرن، نطفوا عليها، نفتحوا الفرن ونخلوها لداخل في الفرن شويه هكذا حوالي 10 دقائق ولا. من بعد نخرجوها، خليتها تبرد كما راكم تلاحظوا. هنا راهي بارده لانه في الاول تكون طالعه شويه. نروحو نحضروا الشونتيي تاعنا. استعملت كوب ونصف غبره تاع الشونتيي، كوب وربع حليب بارد جدا كما راكم تلاحظوا فيه، ونخلط جيدا. يعني تقدروا تستعملوا الماء في بلاصه الحليب. خلطناها مليح. الكيكه نتاعنا كانت بارده، لازم تكون الكيكه نتاعكم بارده باش ديروا لها الشونتيي. نخلو حوالي ملعقه او ملعقتين باش نديروا بها الخطوط من الفوق، نزينوا بها. نحطوها في المجمد ونخلوها. نروحو نحضروا الصلصه تاعنا بعد ساعه حتى تبرد مليح. درنا كوب سكر في المقلاة على نار تكون قليله، ونخلوه حتى يتكرمل. عندي كوب حليب، ربع كوب ماء،
ملعقة كبيرة مايزينا نشا الذرة، نديرها في ذاك الربع كوب تاع ماء، نذوبها مليح ونخليهم جانبا. السكر تاعنا بعد ما لاحظنا انه كان يذوب، نبقاو نحركو هكذايا بالملعقة حتى نتأكدوا انه اصبح سائل، ما يبقاش فيه حبيبات تاع السكر. نديرو معاه ملعقة كبيرة زبدة او مارغرين، نخلطوها مليح. من بعد نضيفو كوب الحليب، دائما نفرغوه فوق الملعقة ونبقاو هكذايا على نار قليلة نذوبوه مليح حتى يذوب كامل. كيما راكم تلاحظوا حتى ذاب كامل هذاك السكر. نضيفو عليه هذاك المايزينا اللي كانت مع الماء، ربع كوب ماء معها ملعقة كبيرة مايزينا، وبقيت نخلط على نار قليلة حتى ثقل الخليط تاعنا. كيما راكم تلاحظوا صبح الخليط تاعنا هذاك رجعت ثقيلة. مباشرة وهي ساخنة نطحنوها كيما هكذايا بالبغا ميكسور، طحنوها مليح. لاحظوا القوام نتاعها، الصلصة تاعنا أصبح القوام نتاعها روعة. على كل حال الكيكة نتاعنا خليتها في المجمد أنا تقريبا ساعة باش تبرد مليح شونتيي. كي نديرو فوقها هذيك الصلصة تاعنا على كل حال لازم تكون دافية، ما نديروهاش سخونة فوق الكريمة راح تفسد لنا وتطلع لنا كامل الشونتيي من فوقها. لازم نخلوها تبرد. تكون دافية ونديروها فوق الكريمة كيما هكذا، ونجيبو هذيك الشونتيي درناها في كيس عادي ولا بوشادوي كيما تحبوا نتوما. درنا بها هكذا كيما راكم تلاحظوا خطوط. من بعد نحكمو هكذايا كيردون ونديرو به خطوط كيما راكم تلاحظوا. ندو خطوط كيما هكذا، من بعد نعاودو نرجعوهم يعطينا شكل شباب. نخلوها في المجمد حتى تبرد الصلصة تاعنا، من بعد نقدموها. انا خليتها حوالي نصف ساعة من بعد قدمتها، كانت الصلصة بردت. قطعتها معكم كيما راكم تلاحظوا فيها. الكيكة تاعنا يعني تجي القوام تاعها من أروع ما يكون، ترونش باتيسري بمكونات اقتصادية موجودة في كل منزل، والنتيجة صدقوني من أروع ما يكون. تقدروا تشربوا الكيك تاعكم ولكن ما يحتاجش باش تشربوه لأنه كان القوام تاعو روعة. جربوها صدقوني ماكمش حين تندموا. حبة بيض وكاس ونص شونتيي فقط وانتم خدمتوا هذه الكيكه من اروع ما يكون. نلتقي معكم خياتي في وصفات اخرى ان شاء الله. ما تنسونيش بالبارطاج، بارطاجوا الفيديو مع صديقاتكم باش يشوفوا القناه بلاك يجربوها في ميزان حسناتكم ان شاء الله. ما تنسونيش بالاعجاب. دمتم في حفظ الله ورعايته. مع السلامه. سلام سلام كمسك الختام على